الو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ صحتك؟ الحمد لله. الله يحفظك. بث موجود هسه مباشر؟ مباشر. الله يحفظك، يخلي عافيتك. آمين. شنو عنوان الحلقه؟ انت فتحت البث. يعني عنوان الحلقة: نطالب الشيعة بترك دين الآباء واتباع ما أنزل الله. حبيبي ماشي. عرفتني انا؟ والله هو الصوت مش غريب، أظن تكلمنا من قبل. اي صحيح. أنت شيعي؟ دقيقه وياي. انا شيعي الحمد لله وشكرا. خليك معايا كده، أنا ممكن لو جبت المحادثة بيني وبينك أعرف من أنت. تكلمنا أنا وأنت من قبل، حياك الله. ايه، عرفتني اسمي؟ كده تذكرتك، كنا تكلمنا أنا وأنت مكالمة صوتية. اي صحيح. نعم، وسألتني عن بعض الأشياء وأجبتك عليها. الله يشرح صدري وصدرك للحق. الله يحفظك. أبو من؟ ذكرني أبو من؟ انا؟ نعم. انا ابو مهند. حياك الله يا أبو مهند. الله يحفظك، خلي عافيتك. عنوان الحلقه شنو ما سمعتك؟ يعني ان احنا لابد ان نتبع القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الشيعة ان يتبعوا القرآن يا ابو مهند. ماشي، بس هسه انا عندي كم سؤال على مود التعجب، وعلى مود ان شاء الله يعني المشاهدين بس يسمعون. انت ما سألت على الموضوع الحلقة، قلت هتتكلم في موضوع الحلقة. هات اسئلتك يا ابو مهند. الله يحفظك والله والديك. يعني الشيعة يعني شو يتبعون؟ يعني ما يتبعون القرآن بنظرك؟ طبعا، ما احنا عندنا كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، ويمكن ما في كتب من كتب الشيعة المعتبرة عندهم الا وفيه التحريف، وما في عالم من علماء الشيعة القدامى إلا ويعتقد بالتحريف. الموجودين الآن بيستخدموا التقييد، فالقرآن لا يتبعون القرآن الكريم. تراهم يعني. كان في مهتدي قبلك يا أبو مهند بيتصل، شاب عنده 18 سنة اسمه علي، بيقول لي: يا شيخ، منذ أن خرجت من العراق وأنا الآن في تركيا، بيقول لي أنا استغربت إن في سورة اسمها النساء، في سورة اسمها المائدة، في سورة اسمها الأنعام، في سورة اسمها الصفات. بيقول لي ما كنتش أعرف أسامي السور مش القرآن. فأنا أريد أن أتعلم القرآن دلوقتي وأنا مهتدي، نسأل الله أن يعلمه يا رب، وإن شاء الله نكون سبب في ذلك. فالشاهد يا حجي أبو مهند، سكر أبو مهند. ليه سكرت يا أبو مهند؟ خلينا نحاول نجيبه تاني. فالشاهد يا أبو مهند إن الشيعة لا يتمسكون بالقرآن. أبو مهند قريب من الحق إن شاء الله، وكان اتصل عليه قبل كده، كان أهله بجواره يعني. فإن شاء الله بإذن الله أبو مهند إن شاء الله يهتدي ويكون على الحق إن شاء الله. تعيد التفكير يا أبو مهند بإذن الله. أنا بتصل عليك لكن أنت لا تريد الرد، بس أنا كنت كاتم الصوت. فعموما أسأل أن يهديك يا أبو مهند، وإنك تترك دين الآباء وتتمسك بالقرآن الكريم. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.